الياس الجلاصي كالعادة ميني ماتش بينه وبين عمرو خليل، فرصة للتقدم في توقيت مثالي لصالح النادي المصري، وإنقاذ ممكن يكون ليه العودة لصالح نادي الاتحاد السكندري. هنشوف الفرصة يستغلها الياس الجلاصي ولا يتفوق فيها عمرو خليل. ده في الميني ماتش اللي ما بينهم هما الاثنين. محمد معروف وتعليمات للاعيبة الفريقين، الياس الجلاصي وعمرو خليل. الياس وعمرو، الياس يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، مثالية، ضربة جزاء مثالية من التونسي، من الياس الجلاصي نجم النادي المصري البورسعيدي. الياس الجلاصي الموهوب الحريف يركنها ركنة معلم، يحطها بطريقة مثالية بعد القائم على طول مباشرة. بص ركنها ازاي، بص الركنة دي ازاي، حتى لو عمرو خليل معاه في نفس الزاوية هتكون صعبة تماما. والبداية لصالح النادي المصري. عمرو موسى مش قادر يبص، عمرو موسى مش قادر يبص على ضربة الجزاء، الكابتن مش قادر. في توقيت مثالي لصالح النادي المصري يتقدم أبناء بورسعيد بالهدف الأول لصالح نجمه الياس الجلاصي، وأصبح الهداف ب3 أهداف.